هل ممكن تحس بالحاجة وعكسها؟ مش مستحيل. أنا يا مصطفى، وتعالوا نفكر قبل ما نقرر. في حاجة غريبة جدا بتحصل، تبقى أنت مقتنع بحاجة جدا، مفيش تردد، مفيش اختلاف، كل حاجة واضحة، وتاخد فيها قرار. وحتى لو حد سألك متأكد من القرار ده، تقول له من غير تردد. بس بعد كام يوم هترجع تبص كده على القرار، هو أنا ازاي أخدت القرار ده؟ جه منين القرار ده؟ ومش لأن تفاصيل القرار اتغيرت أو تفاصيل الموقف اتغيرت، على قد ما الإحساس اللي جواك هو اللي اتغير، فخلى القرار كله بالنسبة لك مش منطقي. فترجع تحاول تفهم، طب هو أنا ما كنتش صح وقتها؟ هل كان شعوري ما كانش صح وقتها؟ انت فكرت في حاجة معينة، وصلت لقرار معين وانت كنت مقتنع بيه تماما زي ما قلنا، فده كان القرار الأولاني. بعد كده، بعد كام يوم، بعد كام أسبوع، بعد كام شهر، أيا كان، رجعت فكرت تاني، فطريقة تفكيرك اختلفت، فبالتالي اقتناعك اتغير نوعا ما، فطلعت بقرار تاني. اوكي، هنا القرار الأولاني وهنا القرار التاني. طيب، فانت لما بتطلع بالقرار التاني، طبيعي جدا انك تقف وتفكر، هو انا ازاي انا كنت شايف وكنت مقتنع ان القرار الاولاني ده كان قرار صح؟ ازاي؟ بعدين بتقول اكيد كان في سبب وقتها يخليني مقتنع بحاجة زي كده، اكيد كان في احساس جوايا بيقولي ان هو ده الطريق الصح، هو ده الاتجاه الصح، بس انت دلوقتي مش عارف توصل له، مش عارف تعرف السبب ده، مش قادر تحس بنفس هذا الإحساس. كأن في حاجة كده اتسحبت منك، كانت بتوريك الدنيا بشكل معين، وكانت بتوريك طريقك بشكل معين، هي مبقتش موجودة دلوقتي عشان طريقة تفكيرك اختلفت واقتناعك اختلف، فمبقتش قادر تشوف أسباب ومبررات قراراتك اللي كانت قبل كده وقناعاتك اللي كانت قبل كده. هي الفكرة ان حاجة زي كده هي مش بتحصل مرة وخلاص، لا، انت كل مرة تقتنع بحاجة، تفكر في حاجة، تقرر حاجة، بعدين بعد ما ترجع لها تاني بعد فترة تلاقي نفسك بتفكر فيها بشكل مختلف، ويعني قناعتك اتغيرت وطريقة تفكيرك اتغيرت، فبالتالي قرارك اتغير. دي حاجة بتحصل كتير قوي، ممكن تحصل للواحد كذا مرة في اليوم الواحد أو في الأسبوع الواحد. وده مش بيبقى لأنك مثلا اكتشفت معلومات جديدة عن الموضوع ده أو لأ، هو ممكن علشان انت كإنسان بقيت مختلف شوية، بقيت شايف القرار ده أو المشكلة دي أو الشعور ده أو أيا كان بعين مختلفة، فقرارك واقتناعك اتغير بناء على العين المختلفة والرؤية المختلفة اللي انت بقيت شايف فيها هذا الموضوع. الغريب بقى في الموضوع ان انت كل مرة بتكون متأكد، يعني قبل ما تاخد القرار الاولاني انت كنت متأكد 100% ان هو ده القرار الصح، وقبل ما تاخد القرار التاني انت برضو كنت متأكد 100% ان هو ده القرار الصح. طب ازاي قبل كل قرار احنا بنكون متأكدين 100%، بس اتجاه التأكد ده بيختلف؟ طب فين المشكلة؟ هل المشكلة في الاختيارات بتاعتنا؟ هل المشكلة في القرارات بتاعتنا؟ هل المشكلة في الإحساس اللي احنا بنكون حاسينه واحنا بنقرر؟ ولا المشكلة في حاجة تانية أعمق بكتير يمكن احنا لسه ما فهمناهاش؟ يمكن احنا بنسأل نفسنا السؤال الغلط، لأن احنا دايما بنسأل هل القرار ده صح ولا لأ،
بس مش يمكن السؤال الصح او الاحسن، بلاش الصح، الاحسن هو انه احنا نسأل هو الاحساس اللي انا حاسه اللي بيقول لي ان ده صح، الاحساس ده جاي منين وهيفضل معايا لحد امتى؟ لانه لو اتغير فانا قراراتي هتتغير وقناعاتي هتتغير برضو معاه. فانا لازم افهم الاحساس ده جاي منين، اساسه ايه، هيقعد قد ايه، وهل فعلا يستحق يتحكم في القرار بتاعي ده ولا لا. عارف ليه محتاج تسأل السؤال ده؟ لان انت الاحساس ده لما بيجيلك بيبقى واضح جدا، مباشر جدا، مريح، بيخليك تحس ان والله انت خلاص مش محتاج تفكر تاني، احنا خلاص قررنا احنا خلاص قررنا يا باشا، قررنا. بس هو مع الوقت بيبدأ يهدى، بعدين بيختفي، ومش بيديك اي سابق انذار او حتى ارشاد هو اختفى ليه، وبيسيبك بقى انت تحس احساس جديد وتاخد على اساسه قرار جديد وتقتنع اقتناعات جديدة. وده يا جماعة اللي بيخلي الموضوع اصعب، لانك مش بتبقى بس محتار في القرار لو انا هقرر ايه، انت بتبقى محتار في احساسك نفسه، وهل الاحساس ده يعتمد عليه ولا هو مجرد فترة وهتعدي وخلاص وما ينفعش ابني عليها قرار مهم مثلا في حياتي او ايا كان. عشان كده الموضوع بس بيبقى صعب ومحتاج ان احنا نفكر قبل ما نقرر. لو انت في حاجة شغلاك دلوقتي ولو انت بتاخد قرار، انت ممكن تكون شايف كل حاجة واضحة بالنسبة لك، وممكن يكون خلاص انت فكرت ووصلت لقناعة معينة، بس انت مش متأكد هتفضل شايف كده ولا لأ، هيفضل اقتناعك ثابت ولا لأ، هيفضل احساسك ثابت ولا لأ. وده اللي بيغير السؤال كله اصلا. احنا بنتحرك من هل هو ده القرار الصح لسؤال تاني اهم بكتير، انه هل الاقتناع كفاية انه هو يخلينا نقرر وانه يخلينا نختار على اساسه. اسعى اللي تستاهله مش اللي سهل توصله. اشوفكم الاسبوع الجاي عشان نكمل هذه الرحلة سوا.